جمهورنا الرياضي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد خاص، ضيف خاص، بطلة، هي بطلة جزائرية، هي ابنة مستغانم. اليوم معي نهاد بلونيس، هي بطلة أحرزت العديد من الميداليات، أحرزت العديد من البطوليات في العديد من البطولات، أبرزها البطولة الإفريقية لرفع الأثقال أخيرا المقامة بجزر موريس، الألعاب العربية، الألعاب الإفريقية في غانا، والبطولة العربية في قطر، والعديد من البطولات سنتعرف عليها. السلام عليكم نهاد. السلام عليكم. مرحبا بك معنا في هذا البلاطو. اليوم راح نتكلموا عليك نوعا ما، نتكلموا على الانجازات اللي حققتيهم وعلى الميداليات اللي حققتيها. نهاد، لو نعود معك الى البدايه، كيف كانت انطلاقتك مع الرياضه في رفع الاثقال؟ السلام عليكم. عليكم السلام. صافي بليزير اللي راني معكم هنايا. ميرسي على الاستضافه. كيف كانت الانطلاقه تاعك في رفع الاثقال في هذه الرياضه يعني؟ انا نهار الاول كنت ندير ناتاسيون، ما كنتش ندير التيروفيلي، كنت ندير ناتاسيون. من بعد صاحبتي كانت تدير التيروفيلي، قالت لي علاه ما تدخليش. رحت ايسي نورمال حتى روحي عجبتني، هيا دخلت نورمال. دخلت بعد جاو دارنا عند لونطرينور، ايوا بديتها وليت سي بون. تما اللي خرجت من ناتاسيون وقعدت في التيروفيل. من هو اول من امن بالموهبه اللي عندك؟ يعني شكون اول واحد يعني كان في صفك ساندك؟ الحاجه الاولى والديا بيان سور، ولونطرينور اللي دخلت عنده كاع نهار الاول، هما اللي خلوني، باسكو هو اللي قال لوالديا اللي خلى يقنعهم باش نقعد في حتى. نهاد، شاركتي في العديد من البطولات والعديد يعني من الاولمبيات على المستوى الوطني والدولي. ما هي المحطه التي لم تنسيها؟ لا كومبيتيسيون اللي درتها في 2024، لي جو افريكان اللي درناهم في غانا، باسكو درت بيرفورمانس جديده ودرت سيباخ. هذيك هي ميور كومبيتيسيون. واش ميز هاد لا كومبيتيسيون؟ واش ميزها؟ باسكو درت بيرفورمانس جديده في لي شارج تاعي، هذه هي اللي خلاتني. كم عدد الميداليات يعني بحوصله؟ كم عدد الميداليات التي تحصلت عليها؟ وينه اللهم بارك، يعني بسم الله ما شاء الله تحصلت على والله يعني شرفنا يعني نوعا ما انه بطله كابنه مستغانم كنهاد تتحصل على عدد كم هائل من اللي بالمناسبه يعني ستحظى بتكريم بعد قليل يعني من طرف جريده الدوري الاقتصادي. نهنئك مره اخرى يعني. ميرسي. نهاد، كيف تقيمين المستوى؟ كيف تقيمين مستواك مقارنة بمنافسيك يعني على المستوى الوطني وعلى المستوى القاري يعني؟ الحمد لله في الوطني، الحمد لله راني فوق لو مون راني لا ميور. عربيا توجور كيما البطولة اللي فاتت ديت 3 ميداي دور شامبيون عرب، وفي لافريك ديت همانا 3 ارجون. كانت معايا شامبيون دو مون، ما ساعدنيش الحظ باش تحصلت على الميداليه الذهبيه. ما ساعدنيش الحظ باش ندير. واش منعك يعني راكي متحصله الله يبارك على الميداليه الذهبيه، واش منعك انك ما تحصلتيش على الميداليه؟ مانيش عارفه، بالك هي كانوا عندها تحضيرات جيده. ما انا الحمد لله يا ربي حضرت وكاع، درنا كات ستاج قبل لا كومبيتيسيون، حضرت والحمد لله. ان شاء الله لا بروجين، ان شاء الله لا بروجين كومبيتيسيون ان شاء الله الاخ ان شاء الله. بالمناسبه يعني كي تحكي لي على التحضيرات، وش هو التحدي اللي كان عندك يعني، او صعوبات بالاحرى دعيني اقول اللي واجهتيها في هذه الرياضه؟ كان عندي بروبليم بين قرايتي وسبور توجور، باسكو ما كنتش طايقه نسيباري بيناتهم، بصح الحمد لله. كيفاش قدرتي توفقي بيناتهم يعني كونك تقراي وتخدمي السبور؟ كيفاش كان وقت السبور وحده، وقت قرايه وحده، وقت العمل وحده. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ميرسي. هل جاءتك رغبه في بعض الاحيان كتجينا هذيك الرغبه؟ هل جاتك ديك الرغبه انك توقفي يعني تحبسي خلاص يعني ما تزيديش تكملي في هذا المشوار؟ جاتني ديجا من قبل، باسكو ما كنتش نتريني وكاع، ومن بعد سي بون، بعد عاودت رجعت تثبت لي زونطرينور وكاع، وليت. يعني جاك ضغط نفسي ولا ما جاك ضغط نفسي؟ ولا جاك ضغط نفسي كيفاش تعاملتي معاه؟ شويه جاني ضغط نفسي تاع هكا، ما على باليش علاه، ما وليتش باغي نزيد نكمل فيه. كيفاش تغلبتي عليه؟ عاودت وليت بلي زونطرينمون، ميم دارنا ولاو يقولوا لي لا، وميم لي زونطرينور ولاو يقولوا لي مازلتي صغيره مازلتي. بالنسبه للتحضيرات، كيفاش كانت التحضيرات تاعك يعني يوميا، وخاصه يعني بالمدرب، بحضور المدرب وبدون المدرب؟ يوميا قبل لي ستاج كنت نتريني نورمال في لي سال تاع موسكولاسيون،
ومن بعد دخلنا لي ستاج في شلف، وكنا مع لي زونترينور وكاع بريباراسيون مع لي زونترينور. كانت عالم توجور لازم يكون معاك لونترينور، باسكو بلا لونترينور ما تقدر دير والو. هل تستفيدين من التربصات او الدورات التدريبيه خارج الجزائر؟ فور لو مومون ما درناش خارج الجزائر، درنا غير هنايا في الجزائر. نكمل معك نهاد، من وجهه نظرك يعني هل ستتيح لك الفرصه للحصول على مشروع رياضي خاص بك ممول من طرف القطاع الخاص او القطاع العام يعني، ولا اسكو انت هل انت عندك مشروع رياضي تخمي فيه؟ بيان سور توجور نقول زعما باغيه ندير سال موسكولاسيون ولا حاجه ونكون تكون ليا انا. نهاد، في حال تمويل مراكز تدريب خاصه بهذه الرياضه، هل تعتقدين انها ستحدث فارقا في المستوى العام لهذه الرياضه، وستظني انه سيخرج ابطال رياضيين عالميين مثلك ان شاء الله؟ ان شاء الله يا ربي. بيان سور باسكو كنت تكون باسكو حنا سبور تاعنا اولمبيك بصح ماشي معروف بزاف، تسمى كي يكون كاين سونتر ولا سي نورمال باينه بلي يكون ان ديفلوبمون في لي زاتليت. يوجد هنا في الجزائر انواع المراكز؟ لا حنا في الجزائر ما عندناش، بصح ندخلوا لي ستاج هكا كيما عندنا في شلف، كنا نديروا في الشراقه في الجي، ومن بعد ولينا في شلف. على سبيل المثال انك قلتي لي سبق وذكرتي لي انك تتدربين في مراكز يعني خاصه تابعه للفيدراليه، ولكن هل سبق ان تدربتي في مراكز خاصه؟ لا يعني في صال دو ميسكيلاسيون ولا؟ سي صال دو ميسكيلاسيون نورمال جور ماشي باسكو حنا ميسكيلاسيون وحدها، ديجا قلت لك من قبل ميسكيلاسيون وحدها، التيروفيلي وحدها. يعني فقط للحصول على البنيه. هاي والله. نهاد، سندخل الان الى الاسئله الاقتصاديه. اولا، هل تتلقين دعما من الهيئات الرياضيه او من القطاع الخاص، يعني تغطيه التكاليف بالخاصه بالتدريبات او المشاركه؟ وضعيني في الصوره. في المشاركه وقعت توجور مع لا فيدراسيون، سما على كلش على لا فيدراسيون، ميم في لي ستاج وكاع الدعم توجور يكون من الفيدراليه. يعني ما كانش دعم من مؤسسات خاصه او بين قوسين يعني سبونسور يعني؟ لا ما عندناش بور لو مومون، ما كاينش كاع في لالتيروفيلي، ما كان حتى سبونسور. ماشي دايرين لي سبونسور في لالتيروفيلي. ما خممتيش انك تتواصلي مع شركه خاصه او مؤسسه خاصه يعني قصد الحصول على التمويل؟ سي صافي بليزير بور موا، صافي بليزير بور موا، بصح ما يعني ما تلاقيتيش؟ هاي والله ما تلاقيتش. بالمناسبه معنا بطله يعني هي فرصه للاستثمار وفرصه يعني للحصول على يعني الله يبارك. وريني الميداليات، يعني الميداليات ما نقدروش نحسبوهم، يعني فرصه هي للاستثمار لابراز صفقه مع البطله نهاد، يعني هي فرصه للحصول على صفقه تعاونيه، يعني كونكم ستكونون سبونسور للبطله وستكونون يعني تحفيز بالنسبه لهذه البطله. ختاما، كنا بين التضحيات والتتويجات للبطله نهاد بلونيس التي كتبت اسمها بحروف من ذهب من خلال تتويجها بالعديد من الميداليات الفضية والذهبية. وعلى ذكر ذلك، ستحظى نهاد بلونيس بتكريم خاص من طرف جريدة الدور الاقتصادي، وبالمناسبة نتمنى أن تحظى بتكريمات أخرى من جهات أخرى. ختاما نهاد، أود أن أعطيك الكلمة لبعث رسالة شكر أو لكل من ساندك، أو يعني أعطيك الحرية التامة للتكلم. تفضل. بخومييغمون نشكر الدوري الاقتصادي اللي استضافني هنايا، ونشكر جميع واحد ساندني في مشواري الرياضي، منهم والديا اللي توجور واقفين معايا، وفيدراليه الجزائريه لرفع الاثقال، ولي زونترينور، وتوجور تاني شكر المناجر تاعنا تاع النادي مسيو شنوف حليم، وهذه هي، وشكرا. جمهورنا الرياضي، ستظل نهاد مصدر إلهام للجيل الصاعد للأبطال الجزائريين والجزائريات. نهاد، نتمنى لك كل التوفيق في قادم التحديات إن شاء الله. شكرا. والتوفيق من الله عز وجل. شكرا على هذا الحوار الصادق. جمهورنا الكريم، شكرا لكم أنتم أيضا كنتم في الاستماع. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.